السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت بقى اخدكم جولة كده في شاطئ ستانلي. شاطئ حلو جدا ومميز في اسكندرية، وقلت اخدكم جولة سريعة كده فيه. هنا كده في الطريق لكوبري ستانلي، وهنا المدخل بتاع كوبري ستانلي عشان تنزلي على الشاطئ. التذكرة ب25 جنيه للفرد الواحد. هنا القطة دي كانت مستضافانا وكانت حبنا جدا، وفضلت قاعدة معانا لحد ما احنا مشينا. يعني لحد ما احنا مشينا كانت عمالة تجينا وتفضل قاعدة معانا كده، وحبت الأولاد قوي. تمام. هنا كانوا عمالين يحدفوا لها في أكل يعني عشان تاكله، ولقوها مش عارفة تاكل من الرملة راحوا فرشين لها العوامة عشان تاكل عليها. لو وصلتوا معانا لحد هنا في الفيديو يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة والكومنت الحلو اللي بيشجعني. قلت اخدكم جولة سريعة كده في شاطئ ستانلي. شاطئ حلو جدا ومميز، وفي كمان شباب كده حلوين قوي بيبقوا واقفين عند الشاطئ بيصوروكي صور تذكارية حلوة قوي. يعني بصراحة الشاطئ مميز وحلو. هنا كنت بوريكم الشاطئ بالليل كده. اول ما وصلنا الشاطئ بيفتح من الساعة 6 الصبح لحد بقى تاني يوم. تمام. شايفين جمال اسكندرية بالليل؟ اسكندرية يعني الذرة المشوي على الشط، يعني حمص الشام اللي هو في القاهرة وفي أماكن تانية بيقولوا عليها حلبسة، اللي هي حمص الشام عندنا في اسكندرية. وطبعا في الكباين دي كابينة كده بتأجروها الإيجار اليوم الواحد ب350 جنيه. طبعا بقى لو حد مثلا من السياح أو حد من القاهرة حابب يجي اسكندرية يقعد يوم واحد، فبيأجر الكابينة دي لمدة يوم إيجارها 350 جنيه. تمام. وتذكرة الشاطئ نفسه ب25 جنيه شاملة الكرسي والترابيزة والشمسية. شايفين بقى بحر اسكندرية وجماله؟ شايفين اسكندرية وجمالها بالليل كده، واول ما النهار يبدأ يطلع كده حاجة كده روعة. شايفين بقى هنا كنت بوريكم حمص الشام اللي هي الحلبسة. تمام. بس احنا عندنا في اسكندرية بنقول عليها حمص الشام. مين بقى من عشاق حمص الشام؟ انا بحبه جدا. لو وصلتوا معايا هنا لحد هنا في الفيديو ما تنسونيش باللايك والكومنت الحلو اللي بيشجعني. ايه رأيكم في اسكندرية؟